تخيل مثلا ان احنا عندنا تاسك او مهمة احنا عايزين الكمبيوتر يتعلمها بان هو يفرق بين صور القطط والكلاب. ازاي نفهم الكمبيوتر ان دي صورة قطة او كلب؟ احنا كبني ادمين بنعرف نفرق بين الاتنين عشان بنبص على الصورة كلها وشوفنا صور كتير قوي قبل كده لقطط وكلاب، فبنعرف تلقائيا ان احنا نفرق بينهم. وده بالظبط اللي الماشين ليرنينج بيعمله. انت بتدخله الداتا، امثلة كتير جدا للمشكلة اللي انت عايز تحلها، وهو تلقائيا من الداتا دي بيعرف يحل المشكلة بنفسه. في الكورس ده هنعرف المفاهيم الأساسية بتاعة الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. هنبتدي بأمثلة بسيطة جدا، وهنبتدي نمشي واحدة واحدة بحيث إن احنا نوصل لمفهوم النيورال نتوركس وليه محتاجينه، مفهوم الديب ليرنينج وليه محتاجينه. هنتكلم برضو عن الابلكيشنز بتاعة الديب ليرنينج في الناتشرال لانجويج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن. يعني إيه نعمل تريننج لموديل باستخدام الداتا، وإيه هي أنواع الداتا اللي ممكن نستخدمها، إزاي ممكن نستخدم ماشين ليرنينج في الكمبيوتر فيجن والناتشرال لانجويج بروسيسنج. انت مش محتاج يبقى عندك اي خبرة في البروجرامينج او في الماشين ليرنينج او حتى في الكمبيوتر ساينس قوي. كل اللي انت محتاجه ان يبقى عندك اهتمام بس بالمجال ده وبالابليكيشنز بتاعته اللي بتملى الدنيا دلوقتي حوالينا. هنوصل ان احنا نعرف الكونسبتس اللي ورا البريك ثروز اللي بتحصل في الاي اي دلوقتي، وتحديدا في الناتشرال لانجويج بروسيسنج، زي المودلز بتاعت جي بي تي 4 وتشات جي بي تي، وهنقدر نفهم هي شغالة ازاي بصورة مبسطة جدا.